هل أنتم مستعدون لمعرفة كل ما يخص استعدادات المنتخب المغربي للمباريات القادمة؟ اليوم سنغوص معكم في التفاصيل الدقيقة للمباراتين المنتظرتين، مباراة المنتخب الوطني المغربي يو 17 في كأس العالم، ومباراة المنتخب الأول الودية، لنكشف لكم كل الأرقام، اللاعبين المهمين، التحديات لكرة القدم المغربية. المواجهة الأولى بين منتخب المغرب يو 17 ومالي يو 17 ستقام يوم 18 من نوفمبر عام 2025 على ملعب أسباير زون بيتش 7 في الدوحة عند الساعة 4:45 مساء بتوقيت المغرب GMT+1. هذا التوقيت مهم لجمهور المغرب المحلي لمتابعة المباراة مباشرة، وسيتم بث المباراة عبر القنوات الرسمية التي تمتلك حقوق البطولة مثل ESPN أو المنصات الرسمية للفيفا، ما يضمن تجربة مشاهدة كاملة لكل التفاصيل المثيرة. هذه المباراة ليست مجرد لقاء عابر، بل اختبار حقيقي لانطلاقة مشوار المنتخب في الأدوار الإقصائية. الانطلاقة القوية تمنح اللاعبين الصغار ثقة كبيرة، وتؤكد على جدية الجهاز الفني في خططه التكتيكية، في حين أي إخفاق قد يضع الفريق تحت ضغط لتصحيح الأخطاء سريعا. كل مباراة في كأس العالم للفئات العمرية تحمل وزنا نفسيا كبيرا، إذ تحدد نتائجها ليس فقط من يبقى في المنافسة، بل كيف ينظر المدرب إلى مزيج التشكيلة والخطة التكتيكية. كما تمنح هذه المباراة الفرصة للجهاز الفني لإعطاء دقائق للاعبين المميزين وتجربة استراتيجيات جديدة قبل المباريات الأصعب. الخصم هذه المرة هو مالي يو 17، أحد أقوى المنتخبات الأفريقية في الفئات العمرية، المعروف بقوته البدنية وتنظيمه الدفاعي وقدرته على الهجوم المباشر. مواجهة مثل هذه تمنح المنتخب المغربي فرصة اختبار نفسه أمام خصم يعرف طبيعة اللاعب الأفريقي ويستطيع مواجهة سرعة اللاعبين المحليين، ما يجعل اللقاء أكثر من مجرد مباراة، بل اختبارا تكتيكيا وذهنيا. الجهاز الفني من المتوقع أن يعتمد على تشكيلة متوازنة تجمع بين الخبرة والتركيز، بالإضافة إلى الأخطاء الفردية التي قد تكلف الفريق أمام خصم منظم وبدني. لذلك فإن مفتاح الفوز يكمن في فرض إيقاع اللعب والتحكم بالكرة، تقليل الأخطاء الفردية، استغلال الأطراف والكرات الثابتة، والتركيز الذهني منذ الدقيقة الأولى، مع قراءة سريعة لتكتيك المنافس لاستغلال أي ثغرة. النتيجة في هذه المباراة ستكون مفصلية، فالفوز يمنح دفعة معنوية هائلة ويعزز ثقة اللاعبين، بينما أي إخفاق سيضع الفريق تحت ضغط لتصحيح الأخطاء قبل المباريات القادمة. هذه المباراة هي حقا نقطة تحول في رحلة المنتخب يو 17 نحو التتويج أو التألق على المستوى العالمي. وبالموازاة مع ذلك لدينا المباراة الودية للمنتخب الأول، المقرر بعناية لاختبار أسلوب لاعب محدد أو لقياس جاهزية الفريق أمام خصائص بدنية وسرعات هجومية مختلفة، كما هو الحال عند مواجهة فرق مثل موزمبيق أو أوغندا، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتصحيح الودية، أيضا فرصة لتصحيح العادات الدفاعية الخاطئة وتجربة أساليب ضغط مختلفة، ما يعطي مؤشرا واضحا على مستوى الفريق قبل المنافسات الرسمية. من المتوقع أن يظهر المنتخب بأسلوب هجومي متوازن مع تغييرات تكتيكية خلال الشوط الثاني، سواء كانت مواجهة المغرب يو 17 ضد مالي أو المباراة الودية للمنتخب الأول. كل لقاء يمثل فرصة للفريق لإثبات نفسه وتحسين الأداء وبناء الثقة قبل الاستحقاقات الكبرى. هذه المباريات ليست مجرد أرقام على اللوحة، بل لحظات ستحدد مسار اللاعبين والقريب والبعيد.